يا مساء الخير والفل والجمال على كل متابعي ومشاهدي الفضائية المصرية وبرنامج بالهنا. النهاردة أنا معاكم لميا خليل، وبيساعدني في المطبخ الشيف أسامة عشان نعمل لكم الوصفات الحلوة اللي انتم متعودين ان انتم تعرفوها من بالهنا ومن لميا خليل. النهاردة هنعمل 3 حاجات بجد حلوين قوي 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 وهتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. أول حاجة هنعمل المسقعة بس بطريقة مختلفة شوية، وهنعمل كمان التغميسة بتاعة الباذنجان اللي بحاجات غريبة شوية، ان احنا هنحط بنجر وكمان هنحط الحمص. تالت حاجة هنعملها، هنعمل طريقة للحلو يعني حلوة زيكم، هتبقى فراولة بس معاها زبادي يوناني. هنبتدي يلا بينا وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. يلا بينا يا شيف أسامة. أوكي، أول حاجة هنبتدي بيها إن أنا هقول لكم على طريقة المسقعة. أول حاجة عملتها طبعا إن أنا عصقت لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة دي بنعصجها بإن إحنا بنحط اللحمة على حتة زبدة أو على حتة زبدة مع زيت، وبنزود عليهم بعد كده البصل، وبعدين بنحط اللحمة المفرومة، وبعد اللحمة المفرومة ما تتقلب فيهم كويس قوي بنزود بعد كده فص ثوم، وبنزود شوية البهارات بتاعتنا، وبنزود بعد كده في الآخر الطماطم الفريش مع معلقتين صلصة. وبالتالي هنكون عملنا العصاج بتاعنا اللي أنا عملته قبل الهوا. وحضراتكم لو هتشوفوا هتلاقوا ان العصاج لونه اللي هو على شوية مش بني غامق، بني فاتح، وده بسبب طبعا الطماطم الفريش وصلصة الطماطم. بعد كده كمان عملت حاجة تانية، ان انا جبت البدنجان الرومي وقشرته التقشيرة اللي هي ثانية واحدة شيف أسامة، اللي هي بالحجم الوسط، وعملتها بالمقشرة بحيث تديني الشكل الحلو ده اللي هو غامق وفاتح. اني سبت حتة من القشرة وحطيت حتة تانية من البدنجانة نفسها عشان تدي الشكل ده، وقسمتها ترانشات وسط. وبعد كده بنيجي هنا وبنحط زيت يعتبر زيت غزير، وبحط فيه البدنجان بتاعي المتقطع، وبقلبه لغاية لما يديني اللون الذهبي الحلو بتاع الباذنجان. وزي ما احنا شايفين في الطاسة كده في أجزاء منه بقت لونها مظبوط عندي وهنقلب الناحية التانية عشان تاخد نفس اللون اللي احنا شايفينه. وطبعا لازم تكون النار على حرارة عالية عشان الزيت بتاعي ما يبردش ويديني اللون بتاع البدنجان الجميل ده. عبال ما دي تخلص انا برضو قبل الحلقة عملت شوية بدنجان قليتهم فعليا وعشان يبقوا جاهزين لغاية لما دول يخرجوا من على النار. هبتدي ان انا اوري لحضراتكم ازاي هنعمل المسقعة باللحمة المفرومة بطريقة لطيفة وخفيفة زي ما كان برضو أهالينا بتعملها. يعني البدنجان أو المسقعة دي بالذات كانت دايما مامتي وجدتي بقى الله يرحمهم كانوا دايما بيعملوها على أساس إنها تبقى خفيفة وجميلة. الوصفة طبعا موجودة على الشاشة قدامكم، المكونات موجودة. اللي أنا بعمله إن أنا زي ما المكونات كانت مكتوبة على الهوا هقولها لحضراتكم تاني، ان انا بجيب صينية وبحط فيها الباذنجان اللي انا كنت خلاص قليته في الزيت. طبعا هو الاول قبل ما يتقلي في الزيت يا جماعة لازم نعرف ان احنا لازم نحطه في مية وملح. احطها دي في مية وملح لمدة 5 دقايق. يعني بعد ما نقطع الباذنجان نحطه في ميه وملح 5 دقايق، وبعد كده ننشفه كويس جدا جدا، وبعدين نحطه في الزيت زي ما حضراتكم شايفين. بنحط بقى في الصينيه بتاعتنا الباذنجان اللي طالع من القليه، وهنحطه كراء كده في الصينيه بتاعتي، وهزود عليه اللحمه المفرومه طبعا. ادي كده اول راق. بعد كده اديني بس
ايوه كفايه، حلو قوي كده. بعد كده هبتدي احط طبعا اللحمه المعصجه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. اللحمه المعصجه دي هتتحط برضو كراق فوق الباذنجان المقلي عشان خاطر نغطي بيها. وفي بقى الحاجه التركايه ان احنا دايما ما نخليش مثلا اللحمه المفرومه تبقى رقات كبيره قوي عشان تديني برضو طعم الباذنجان وما يختفيش معايا تماما، لان هي باذنجان قبل ما تكون لحمه مفرومه، فلازم نبقى عارفين ان احنا التغطيه بتاعتها تبقى يا دوبك سمك رفيع جدا جدا جدا. بعد كده هحط الراق التاني من الباذنجان على الصينيه، او ممكن بص اخليها معاك. انا هعمل كده زي ما بعمل في البيت، واستنى عشان سخنه. كنت هعملها زي ما بعملها في البيت لقيتها سخنه، قلت لا مش هينفع بقى، السخونيه دي مش هتحملها. ونحط كمان راق باذنجان اهو زي ما حضراتكم شايفين شكلها تحفه. وكمان في عندنا شويه، خليك انت بقى في دول نقلبهم عشان يديني اللون الحلو، ونعلي النار شويه. وهنحط كمان واحده عشان ده لازم يغطي تماما الصينيه بتاعتي، لان في لحمه مفرومه في النص. عاملين ساندويتش ده تحت باذنجان وفي النص لحمه مفرومه وفوق باذنجان تاني. وهنطلع شويه دول لما يطلعوا برضو هنزود عليها. وفي بقى الحاجه اللي احنا نقدر نعملها لو بتحبوا، ممكن ان احنا نجيب فلفل من اللي هو اللي بيقولوا عليه الفلفل الحراق او الحامي الاخضر. في ناس طبعا بتحب الحاجه تكون حاميه شويه، وفي ناس بتبقى عايزه الحاجه مش حاميه، ده على حسب الرغبه. فانا دلوقتي هاجي هنا، فين السكينه يا شيخ اسامه؟ اديني سكينه، السكينه اللي ورا، اديني سكينه من اللي ورا. ايوه، هاجي هنا اروح حاطه مجرد شويه فلفل حامي ما بين الصينيه او ما بين الباذنجان واللحمه المفرومه زي ما احنا شايفين كده. وده هيديها شويه طعم برضو للناس اللي بتحب الحاجه شويه مشطشطه. بعد كده هنطلع الباذنجان الراق اللي هو الاخير بقى اللي احنا شايفينه قدامنا اهو. اخلي الطماطم بس هي اللي انا عايزاها على الوش. وكده حطينا تاني باذنجان اهو، وكمان واحده ممكن هنا زي ما احنا شايفين، وواحده صغننه كمان. وطبعا الباذنجان ده مش هيقعد بس كده، لا ده كمان احنا هنحطه في الفرن. الفرن جاهز يا شيف اسامه، سخن على 180. تاكد لي كده ان هو سخن على 180 عشان هناخد بالظبط اقل من 10 دقايق جوه الفرن المتسخن على درجه حراره 180. كده الصينيه بتاعت الباذنجان بتاعتي خلاص اتوضبت. هنحط بقى على الوش كده ترانشات طماطم هنا على وشها، مش عليها، مش هنغطيها كلها، مجرد بس ايه منظر حلو كده عشان يبقى شكله حلو في التقديم. تمام. ففي كام طماطمايه كده، وكمان هنحط فلفل رومي متقطع ترانشات جوليان او ترانشات رفيعه على الوش بتاع الصينيه بتاعه الباذنجان الجميله اللي ان شاء الله تعجبكم لما تعملوها وهتبقى بالف هنا وشفا. دلوقتي انا هحط بقى الورق الفويل، هنحط ورق فويل نغطي بيه لمده
5 دقايق او 10 دقايق في الفرن، وبعد كده نشيل ورق الفويل عشان تتحمر من فوق شويه بسيطه، وتبقى بعد كده الصينيه جاهزه عندي. هندخلها الفرن 5 دقايق كده ونشيل وده كان الباذنجان باللحمه المفرومه. دلوقتي هنعمل حاجه تانية بقى، اللي هي حاجه لطيفه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم، وناس كتير قوي لما عرفت اني هعملها سالتني عليها، اللي هي التغميسه بتاعه الباذنجان. التغميسه بتاعه الباذنجان دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ان انا بجيب باذنجانه رومي وبقطعها ترانش 2، يعني بمعنى كأني بقسم الباذنجانية الرومي على 2. الاتنين دول بيتحطوا جوه الصينية بتاعة الفرن، وبحط معاهم فلفلة حمراء من اللي هي الرومي، وبحط معاهم كمان توم اللي هو يعني التوم بتاعنا اللي هو بيبقى بقشره، عشان خاطر بعد كده هنحطه كله في الخلاط. بس قبل ما اعمل الكلام ده انا عايزه مثلا دلوقتي ان انا اوري لحضراتكم ازاي ان انا هفصل الباذنجان اللي اوريدي اتشوى في الفرن. هنجهز بقى ده، افتح لي كده ايوه دي عشان احط فيها. دلوقتي الباذنجان اللي احنا شويناه عايزه احط قلب الباذنجانه نفسها. اوكي، زي ما حضراتكم بقى تشوفوا كده على الشاشه، احنا بنفضي الباذنجان من القشره زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. انا بشيل كل القلب المشوي ده وبحطه في الكبه في الخلاط في ايا كان اللي ممكن يقلب لي الحاجات دي المكونات دي في بعضها. فدلوقتي هاتي شيف اسامه، هنحط قلب الباذنجان المشوي اهو، ادي اول قطعه، خليك هنا معايا. وبعد كده هنحط كمان، ايوه تمام، بناخد برضو القلب بتاع الباذنجانيه التانيه، قلبها الجميل المشوي. هي قلبها جميل ومشوي، تخيلوا بقى يبقى عامله ازاي، يعني هي قلبها حلو وكمان مشوي. وادي ناخد كمان الحبه دول مش هنسيبهم. وبعد كده هنضيف ايه بقى؟ هو ده الفكره، ان احنا هنضيف كمان الفلفله الحمراء اللي هي مشويه زي ما حضراتكم كده شايفين. اديني السكينه دي برضو هنقسمها كده عشان تدخل في الخلاط، وزي ما احنا شايفين دي فلفله مشويه حمراء دخلناها على جوه هنا في الخلاط بتاعي. وفي حته باذنجانه كانت هربانه، والله مش هسيبك انا، ايوه اتفضلي كده. وهنحط بعد كده الثوم المهروس بتاعي، هي بس سخنه شويه، بس انا لازم كده اللي هو انزل الثوم المهروس هنا جوه كده. كل ده مشوي زي ما قلت لكم، كل ده مشوي. واحلى حاجه في الدنيا على فكره ان ست البيت تبقى حاسه بالمكونات في ايدها. يعني انا في البيت مثلا لازم ابقى حاسه بالمكون في ايدي عشان ابقى حاسه ان انا بطبخ مظبوط. طبعا قدام الشاشه ساعات بنبقى مضطرين ان احنا نلبس جوانتيات وحاجات، بس انا النهارده حبيت ان انا اعمل الحاجه زي ما بعملها في البيت. ادي الثوم، اديني بس فوطه من اللي هو الابيض. هو فين؟ ايوه هنا، خليه بره. وبعد كده عندي لا ده خلاص. بعد كده بعد ما حطيت الكلام ده في الكبه او الخلاط بتاعي او ايا كان، هضيف ايه بقى؟ هي دي الفكره، ان انا هضيف تقريبا كوبايه او كوبايه الا ربع من الحمص المسلوق. هنحط شويه الحمص اهو، وبعدين هحط كمان معاه عندنا واحدة بنجر
ادي واحدة البنجر، وبعدين هحط بعد كده 2 معلقة زيت، 2 معلقة زيت زيتون. ادي اول معلقة، وبعدين تاني معلقة من زيت الزيتون عشان يقلب لي الخلطة كلها مع بعض. وهحط معاه كمان عصير ليمونة، ادي ليمونة معصورة، هنحط العصير بتاعها هنا. بعد عصير الليمونة هنعمل ايه يا شيف؟ هنحط معاهم قبل الايس هنحط شوية كمون. البهارات بتاعتي بقى هنحط شوية كمون، خليني افتحها عشان ايه تنزل لي الكمية اللي انا عايزاها. اهو تقريبا معلقة كمون، وبعد كده عايزة معلقة، لا انا عايزة كمون، عايزة فلفل اسود. ايوه ادي فلفل اسود كمان معلقة، وبعدين عايزة شوية شطة صغيرين جدا جدا جدا، ما نكترش، يعني تقريبا يعني اهي ربع معلقة من الشطة. ادي ربع معلقة شطة، وحطينا الكمون والفلفل، يبقى فاضل شوية ملح بسيط جدا. هنحط برضو الملح بتاعي هنا اهو كده. وانا طبعا بالنظر يا جماعه، برضو احنا دايما في حاجات لازم نشتغل فيها بالنظر، فاحنا هنشوف ان احنا محتاجين شويه زيت زيتون بسيط يتحط عليها قبل ما ابتدي ان انا الخبط المكونات. واخر حاجه بحط 2 مكعب من التلج. بعد كده ادي المكونات بتاعتي عشان نعمل التغميسه بتاعتنا، وهنبتدي بعد كده نضربها. اضربها لي بقى يا شيف اسامه لو سمحت على الاخر. هنبقى بعد كده عايزين طبق التقديم جامد 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 بقى على الاخر حاجه، لما كل المكونات تدخل في بعضها تماما. تمام، حلو كده كفايه، حلو جدا. بعد ما ضربنا المكونات كلها وادت لنا بقى اللون اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي، لون خرافي في جماله، من المكونات اللي على الشاشة قدام حضراتكم كانت نازلة، اللي هي بتاعة تغميسة الباذنجان. الناس اللي كانت بتسألني ادي تغميسة الباذنجان، بصوا بقى الجمال وهي نازلة كده، اللون الجميل بتاعها، بصوا قد ايه اللون تحفة. وده طبعا بسبب يا دوبك البنجرايه لوحدها اللي عملت اللون الحلو ده، مع طبعا الحمص، مع الباذنجان المشوي اللي انا شويته، وبعد كده اخدت القلب بتاعه وحطيت الاضافات اللي قلتها لحضراتكم، ومكعبين التلج واحنا بنحط في الخلاط. وزي ما احنا شايفين كده هنحط بقى الجارنش بتاعه شويه حمص على الوش، عايزين شوية حمص على وشهم عشان يبقى الطبق بتاعي جاهز. المسقعة احنا فكينا شغال، طلعت الفويل بتاعها عشان طيب اوكي. احنا بس بطمن من الشيف أسامة ان الفرن بتاعي بالمسقعة موجودين جوه. انا هاجي هنا بقى واحط الجارنش بتاعي، شكرا. احنا ممكن نحط حاجات زي ما احنا عايزين، بس بما ان الحاجات اللي من المكونات اللي موجوده في التغميسه هو كان حمص، فانا هحط على الوش زي ما احنا شايفين كده شويه حمص عشان يديني الشكل الحلو ده، وكمان ورشه بقدونس. برافو عليك يا شيف اسامه. وادي كده
حبة بسيطة جدا جدا لمجرد الشكل يبقى حلو، لان احنا دايما بقول ودايما هنقول ان العين ساعات بتاكل قبل ما البق يبتدي ياكل. ادي كده التغميسة بتاعتي خلصت. يا ريت نبص على المسقعة عشان وشها يكون احمر ولا لا. اخر حاجة هعملها معاكم عشان وقت البرنامج يدوب، ان انا هعمل لكم الحلو بقى. طبعا الناس اللي بتحب الفراولة وعارفين قد ايه الفراولة الموسم بتاعها ده هو دلوقتي. انا عايزة اديني ده البلانشة وسكينة، اديني السكينة دي. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا الفراولة بتاعتي دي كانت لازم طبعا تتقطع، بس ايه هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل بسرعة كده. دلوقتي انا عايزه اجيب الفراوله اللي بقطعها قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. بقطع الفراوله الاول بشيل العنق بتاعها عشان ده انا مش بحتاجه ابدا، وبشوف انا هقدر تقريبا يعني نقول مثلا هحتاج حوالي 12 ل 14 وحده فراوله عشان تكفي. عباره عن فراوله بالزبادي اليوناني، قطع الفراولة بالزبادي اليوناني، ودي هتدخل الفرن عشان في ناس برضو ما تعرفش التركة دي، ان انا ازاي هدخل الفراولة بتاعتي الفرن وهزود عليها كمان السماق. الفراولة يا جماعة مهمة قوي تشوفوا ان هي بتتقطع طوليا، تمام؟ يعني انا بجيب ده الفراولة وبقطع بالطول كده. هاتلي الصينية اللي هناك دي يا أسامة، آخر واحدة خالص. كل الفراولة بتاعتي بتتقطع بالطول، ادي زي ما شايفين كده، وكمان اهو، وكمان بالطول اهو. وعايزة الزبدة، طلع لي الزبدة لو سمحت. ادي دي كده كل ده طولي، وهحطه زي ما حضراتكم شايفين في الصينيه بتاعتي. خليها زي انا عايزه بس شوكه عشان اطلع بيها. ايوه، بنحط كده الفراوله الطوليه. انا هبقى عايزه الفرن بعد كده يا اسامه، خلي بالك. يعني بس انا عايزه الطماطم على وش الباذنجان يبقى يا دوبك ايه، خد لون بس. دلوقتي اهو تاني، مجرد ان انا بحط الفراوله بتاعتي الجميله. طبعا انتهزوا يا جماعه فرصه ان الفراوله الموسم بتاعها دلوقتي فمتوفره في الاسواق، وكمان سعرها معقول ونقدر نستفيد، لان الفراوله من الحاجات اللي مليانه بالمضادات الاكسده وفيها فيتامين سي عالي جدا، وسعراتها الحراريه قليله جدا جدا جدا. يعني معظم الناس اللي بتعمل ريجيم دايما بيخلوهم في موسم الفراوله ياكلوا فراوله عشان خاطر ما يتخنوش، وعشان خاطر انها كلها فوائد. ممكن تتضاف على الزبادي، ممكن تتحط عليها شويه سكر دايت. انا نزلت الزبادي اليوناني على وشه. هاتي المكسرات تاني يا شيف لو سمحت، لا اللي هي اللي مجروشه. واخر حاجه، اخر لقطه بقى قبل ما نختم، ان انا ده برضو مكسرات مجروشه. هعمل كده، وبالهنا والشفا على اللي هيجرب، وبالهنا والشفا على الناس اللي هتبقى ايه متابعاني دايما على بالهنا، برنامج بالهنا. ولو حد فاته حاجه يا جماعه ارجوكوا بصوا على اليوتيوب هتبقى نازله عليه الحلقه بكل تفاصيلها وبكل الحاجات الحلوه اللي عملناها النهارده. زي ما حضراتكم شايفين، اول حاجه عملناها كانت المسقعه مع اللحمه المفرومه والخضروات،
وعملنا التغميسه بتاعه الباذنجان مع الحمص. وكمان معانا هنا الحلو اللي زي حضراتكم كده، فراوله وعليها مكسرات وعليها طبعا الزبادي اليوناني. ودي كانت الثلاث حاجات اللي عملتهم النهارده بمساعده الشيف اسامه. شكرا شيف اسامه على مساعدتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله رمضان كريم علينا جميعا. واشوفكم الحلقه الجايه، هتكون الاثنين الجاي هيكون رمضان، واستنوني في وصفات جديده ووصفات حلوه جدا هتعجبكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، خلي بالكم من نفسكم، وباي باي.